تخيل أنك محاصر داخل غابة مميتة حيث يصطاد الأثرياء البشر للتسلية. تبدأ القصة بمقاتل يدعى بيل يستعد لمواجهة مقاتل آخر يدعى جون. كان بيل وجوني صديقين مقربين، لذا توقع الجميع أن تكون المباراة قوية. كان كلا الملاكمين على درجة عالية من المهارة، لكن بيل سمح للخوف والضغط بالسيطرة عليه. وفي اللحظة التي وجد فيها ثغرة، هاجم جوني بلا هوادة وأصابه بجروح. فاز بيل في النهاية بالنزال، ولكن سرعان ما تحول انتصاره إلى كابوس. بعد فترة وجيزة من المباراة، علم أن جوني قد توفي بسبب إصابته. حطم الخبر بيل تماما. لم يستطع تقبل حقيقة أنه تسبب عن طريق الخطأ في وفاة الصديق. لم يستطع بيل تعايش مع الشعور بالذنب، فغادر بلده وانتقل إلى تايلاند. ومع ذلك، حتى هناك ظلت ذكريات جوني تطارده. وللهروب من ألمه، لجأ بيل إلى الكحوليات وأصبح مدمنا عليها ببطء. ظل ليلا ونهارا في حالة سكر، محاولا نسيان ماضي. وللبقاء على قيد الحياة، بدأ المشاركة في نزالات صغيرة تحت الأرض في تايلاند، حتى أنه كان يقاتل في مباريات غير قانونية تقام داخل الفنادق الفاخرة للترفيه عن الجماهير. في أحد الأيام، وصل رجل غني يدعى الدريتش لمشاهدة إحدى نزالات بيل مع حارسه الشخصي. بعد رؤيا بيل يقاتل بشجاعة ومهارة لا تصدق ولا تصدق، أعجب الدريتش. وفي وقت لاحق، اقترب الدريتش من بيل وأخبره أنه يهدر موهبته مقابل هذا القدر الضئيل من المال. عرض على بيل فرصة المشاركة في مسابقة سرية في ميانمار، ووفقا لألديتش سيحصل بيل على $1,000,000 عن كل مباراة ناجحة. سيتم دفع جزء من المال مقدما، وإذا فاز بيل في التحدي النهائي فلن يحتاج إلى العمل مرة أخرى لبقية حياته. وبعد التفكير مليا في العرض، وافق بيل في النهاية على العرض. ثم اصطحبه الدريتش إلى مكتبه وزاد من الدفعة المقدمة، مما جعل الصفقة أكثر إغراءً. وبدون تردد، قبل بيل العرض، سافر بيل مع الدريتش في طائرة هليكوبتر إلى منطقة أدغال الناي، وهناك التقى بجنرال قوي يبدو أنه على صلة بالمنافسة. بعد ذلك، قدم الدريتش بيل إلى العديد من المشاركين الآخرين. كان أحدهم رجل أعمال ثريا، وآخر كان ثنائيا لأب وابنه يستمتعان بمشاهدة مباريات الموت العنيفة. كان هناك أيضا مارشال، مبرمج الألعاب الموهوب. وأخيرا، التقى بيل بالصوفيا، ابنة أحد أغنى الرجال في العالم. عندما سأله بيل عن حجم حلبة القتال، أعطاه الدريتش إجابة صادمة، وكشف أن الغابة بأكملها كانت الساحة التي تمتد على مسافة 260 كيلومترا تقريبا، المزاريد. ثم اكتشف بيل بعد ذلك المرعب، كل الأشخاص الذين قابلهم للتو كانوا سيصطادونه داخل الغابة. وفقا لقواعد اللعبة، يعمل الصيادون معا لتعقب بيل إذا تمكن بيل بطريقة ما من النجاة والهروب من الجانب الآخر من الغابة. سيفوز في المسابقة. عند سماع هذا الكلام، ذهل بيل تماما. لم يصدق أن مثل هذه اللعبة الوحشية موجودة أصلا. على الرغم من أنه حصل على ياقوتة ثمينة قبل بدء الصيد، إلا أن بيل كان يهتم بإنقاذ حياته أكثر من اهتمامه بكسب المال. في هذه الأثناء، بدأت مجموعة الصيد في الاستعداد للصيد. قاموا بسحب الأسرى من إحدى المركبات وأجبروهم على الركض داخل الغابة، ثم اندمجوا معهم وأطلقوا عليهم النار بلا رحمة. كان ذلك عندما كشف الدريتش أخيرا الحقيقة لبيل، وأوضح أن جميعهم كانوا من أغنى الناس في العالم. لقد ملؤوا من التسلية العادية وأصبحوا مهووسين باصطياد البشر من أجل الإثارة. كان هدفهم التالي هو بيل نفسه. بعد الكشف عن ذلك، سلم الدريتش بيل زجاجة فارغة وقال: أمامك دقيقتان فقط. بعد ذلك الغابة تبدأ المطاردة. كان بيل مرتبكا تماما ورفض المشاركة. أخبرهم أنه غير مهتم بهذه اللعبة الملتوية ويريد العودة إلى المنزل على الفور. ولكن أثناء تناول العشاء في معسكر الجنرال، أحاط به فجأة عدد من الجنود حقيقي لم يكن لديه خيار آخر. ركض بيل على الفور إلى عمق الغابة، وبذلك بدأت عملية الصيد المميتة. انتشر فريق الصيد بسرعة عبر الغابة بحثا عن بيل. قرر أحد الصيادين ويدعى مدو ترك المجموعة وتعقب بيل بمفاجأة. بعد البحث لبعض الوقت، رصد مدو أخيرا بيل بالقرب من الشلال. في اللحظة التي هاجم فيها بيل، تمكن بيل من الهرب وقفز في الماء. وبعد لحظات قليلة، خرج بيل فجأة من الماء وشن هجوما مضادا قويا. انتهى القتال على الفور، ومات مدو على الفور. عندما وصل الصيادون الآخرون واكتشفوا جثة مدو، لم يشعروا بالخوف على الإطلاق. وبدلا من ذلك، أصبحوا أكثر حماسا لأن بيل أثبت أنه هدف خطير وممتع. في هذه الأثناء، كان مارشال يسجل عملية الصيد بأكملها سرا على الكاميرا. بعد مرور بعض الوقت، حدد الصيادون أخيرا موقع بيل مرة أخرى وفتحوا النار عليه. وعلى الرغم من الهجوم، هرب بيل بطريقة ما واختفى في عمق الغابة. وأثناء ركضه عبر الغابة، صادف بيل في النهاية قطيعا من وهناك التقى بامرأة شابة تدعى ثاي. في البداية، اعتقد ثاي أن بيل كان أحد الصيادين، ومع ذلك بعد سماعها لقصته أدركت أنه كان مطاردا أيضا. وأوضح ثين أنها كانت قروية محلية تعيش الآن مختبئة داخل الغابة. وبما أنها كانت تعرف كل الطرق السرية في الغابة، فقد عرضت مساعدة بيل على الهرب. وأثناء سفرهما معا، أخبر ثاي بيل عن أخيها المفقود. منذ فترة طويلة، استهدفه الصيادون في نفس اللعبة القاسية. كما أوضحت أن العديد من القرويين كانوا يعيشون بسلام في الغابة. ولكن في وقت لاحق،
أجبر الجنرال ورجاله الجميع على مغادرة المنطقة. أما أولئك الذين رفضوا فقد تم اصطيادهم من قبل الأثرياء للتسلية. وفي الوقت نفسه طلب الدريتش من الجنرال توفير دراجات نارية لفريق الصيد حتى يتمكنوا من مطاردة بيل بسرعة أكبر. وباستخدام طائرة بدون طيار تعقب الصيادون موقع بيل واكتشفوا أنه كان يسافر. رؤية ذلك جعلتهم أكثر سعادة لأنهم أصبح لديهم الآن هدفان بدلا من هدف واحد. وسرعان ما قفز الصيادون على دراجاتهم وانطلقوا مسرعين عبر الغابة خلف بيل، وسرعان ما لحقوا بهم. وأثناء المطاردة تمكن بيل والثين من إسقاط دراجتين ناريتين في نفس الوقت. ثم أمسك بيل بإحدى الدراجات المتساقطة وانطلق مسرعا إلى أن وصل إلى كوخ قديم. وسرعان ما اندلع شجار عنيف هناك. حاولت صوفيا مهاجمة بيل بسكين، لكن بيل والثين تغلب عليها بسهولة. ومع ذلك اختارت بيل ألا تقتلها، وبدلا من ذلك عاد سريعا على الدراجة وانطلق مسرعا لإنقاذ الثين الذي أسره جبوة بي. كان أحد الصيادين على وشك الاعتداء على ثاي، لكن عضوا آخر من المجموعة لم يتحمل ما كان يحدث وابتعد. على عكس الآخرين لم يكن مهتما بالقسوة التي لا معنى لها. عندما وصلت بيل أخيرا إلى الموقع اكتشفوا أن جب قد قتل بالفعل. بعد هذا الاكتشاف الصادم واصل الاثنان تحرك معا في عمق الغابة. في هذه الأثناء عندما عثر الصيادون على جثة جب استشاط الدريتش غضبا من توبي لتركه والده. أنفق مبلغا ضخما من المال على رحلة الصيد هذه لأنه أراد أن يصبح ابنه شجاعا وقويا. بعد فترة وجيزة اكتشف الدريتش أخيرا موقع بيل، وكان قد أخفى سرا جهاز تعقب لتحديد المواقع داخل الياقوتة التي أعطاها لبيل في وقت سابق. عندما اقترب الصيادون من موقع بيل أمر الدريتش الصياد الأكبر سنا بالتحرك بحذر لأن بيل أصبح خطيرا للغاية. أمسك الصياد ببندقيته واندفع نحو المنطقة. ومع ذلك لاحظه بيل أولا وأطلق النار على الفور في اتجاهه. في الوقت نفسه قام توبي عن طريق الخطأ بتفجير قنبلة في مكان قريب وقتل في انفجار هائل. نجا بيل من الانفجار بأعجوبة وهرب بأمان من المنطقة. ومع حلول الظلام وصلت بيل وثاين إلى كهف كانت تزوره ثاين مع أخيها ثان. في اللحظة التي دخلت فيها الكهف صدمت عندما وجدت ثاين على قيد الحياة. ركضت ثاين بسعادة غامرة إلى الأمام على الفور واحتضنت أخاها. وبما أن الظلام قد حل بالفعل قررت بيل وثاين وثان البقاء داخل الكهف. في هذه الأثناء أقام الصيادون مخيمهم في مكان قريب دون أن يدركوا مدى قربهم. وفي صباح اليوم التالي استيقظ بيل واكتشف أن الثاين وثان قد أخذ الياقوتة واختفيا. هرع بسرعة إلى الخارج للبحث عنهم. ومن مسافة بعيدة رأى بيل أن كلاهما قد تم القبض عليهما بالفعل من قبل. تحرك بيل بهدوء نحو مارشال وفاجأه على حين غرة. بعد ذلك جر بيل مارشال أمام الصيادين وحذرهم محذرا وطالبهم بإطلاق سراح ثاين وثان إذا أرادوا بقاء المارشال على قيد الحياة. وعلى الرغم من عدم رغبة الصيادين في التعاون إلا أنهم أجبروا على إطلاق السراح. ولكن في اللحظة التي تم إطلاق سراحهم رفع الصيادون أسلحتهم تجاه بيل والثاين مرة أخرى. أخبرت بيل ثاين على الفور أن يركض. ومع ذلك ظهرت صوفيا فجأة أمامهم بمسدس مصوب مباشرة إلى ثاي. كانت صوفيا ماهرة للغاية وتمكنت من التغلب على ثاين بعدة لكمات وركلات. ومع ذلك رفض ثاين الاستسلام وسرعان ما قاوم بشراسة. وبعد صراع شديد هزم ثاين صوفيا في النهاية. في هذه الأثناء واصل الصيادون الباقون مطاردة بيل عبر الغابة. وعندما اقتربوا أكثر شن بيل وثاين هجوما مفاجئا. أثناء الفوض هاجموا الصيادين وهربوا بسرعة عن طريق القفز في النهر. وفي وقت لاحق اجتمع بيل مع ثان وثاين مرة أخرى. في تلك اللحظة أعاد ثين الياقوتة إلى بيل وأوضحت أنها أخذت الياقوتة لأن الجنرال أسر العديد من القرويين. كانت تأمل في مبادلة الياقوتة الثمينة من أجل تحريرهم. تفهم بيل سببها ولم يغضب، وبدلا من ذلك سحب بهدوء الكاميرا التي سرقها من مارشال في وقت سابق. أزال بيل بطاقة الذاكرة من الكاميرا بسرعة وألقى الكاميرا في النهر. ومع ذلك تم استرداد الكاميرا في وقت لاحق من قبل الصيادين. وهذا ما جعل الدريتش غاضبا للغاية لأن مارشال كان قد سجل عملية الصيد بأكملها. حاول مارشال الدفاع عن نفسه بتوضيح أنه لم يكن صيادا، وادعى أنه كان مجرد مطور ألعاب فيديو أراد إنشاء لعبة نجاة واقعية مستوحاة من الحدث. لكن الدريتش أدرك أنه إذا تم تسريب هذه اللقطات في أي وقت فسيتم فضحهم جميعا. أعمى الغضب عينيه فقتل المارشال بوحشية على الفور. في هذه المرحلة أدرك الدريتش أن القبض على بيل لن يكون سهلا، ولهذا السبب استدعى جيش الجنرال إلى الغابة للحصول على في هذه الأثناء كان بيل وثان يستعدان لإنقاذ المخلوقات القروية. وأثناء اختبائه في مكان قريب لاحظ بيل وصول الدريتش في سيارة. كان ذلك عندما فهم بيل أخيرا كيف كان الدريتش يتعقبه طوال الوقت. أدرك أن الياقوتة تحتوي على جهاز تعقب الGPS مخفي. وضع بيل على الفور خطة جديدة. قرر استخدام الياقوتة نفسها للإيقاع بألديتش. لقد أرسل ثان بعيدا مع الياقوتة وبطاقة الذاكرة حتى يمكن كشف حقيقة الصيادين في نهاية المطاف. في هذه الأثناء سافر بيل بمفرده عبر الغابة على الطواف. والآن كان الجيش بأكمله مع الصيادين يبحثون عنه. على الرغم من أنهم كانوا يفوقوننا عددا بشكل كبير واصل بيل القتال بشجاعة وتمكن من هزيمة العديد من الأعداء. في نهاية المطاف
وصل بيل إلى الجانب الآخر من الغابة، وهناك وجد دريتش واصطياد آخر يحتجزان القرويين تحت تهديد السلاح. عندما هدد الصيادون بقتل طفل، اضطر بيل للكشف عن نفسه. طلب الدريتش على الفور بطاقة الذاكرة من بيل بدلا من تسليمه، وسرعان ما بدأ قتال عنيف. قاتل بيل بقوة لا تصدق، ولم يستطع أي من الصيادين صمود أمامه لفترة قام أحد الصيادين بمهاجمة بيل مباشرة، لكن بيل هزمه في معركة شرسة وتركه مصابا بجروح بالغة. بعد ذلك حول بيل انتباهه نحو الدريتش وضربه بالرحمة. وفي الوقت الذي كان بيل على وشك إنهاء القتال، أحاط به فجأة مئات الجنود من جنود سود. في الوقت نفسه وصل فان إلى القرية وسلم الياقوتة إلى الجنرال مقابل حرية القرويين، وبدا الجنرال مستعدا لقبول الصفقة والمغادرة بسلام. ومع ذلك رفض الدريتش أن ينتهي الوضع على هذا. أمسك بسلاح الجنرال وحاول مواصلة العنف، وقبل أن يتمكن من فعل أي شيء آخر فتح جنود الجنرال النار وقتل. وفي النهاية تحرر القرويون أخيرا من سيطرة الصياد. تم القبض على الجنرال فيما بعد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب أنشطته غير القانونية في الغابة. بعد أن انتهى كل شيء، تزوجت بيل وثاين وافتتحت فنونا قتالية.